محمد صلاح ابن من ابناء مبارك، ابن من ابناء سياده الرئيس السابق. احنا بنتكلم دلوقتي من قدام القنصليه السعوديه من اسكندريه لحي اللاتيني. عملنا وقفه النهارده للتضامن مع السعوديين ومع سفير السعوديه. عايزين نقول ان السعوديه ومصر ايد واحده. الموضوع كله عباره عن موضوع انتقام من مجلس الشعب، من الاخوان، من الجماعه المحظوره، من اول ما عملوا قانون العزل لعمر سليمان، مش عارف الجيش لعمر سليمان وسياده الفريق احمد شفيق، لحد ما راحوا جايين عايزين يعملوا عزل لعادل امام. هو المشكله كلها في ان اي واحد يتكلم كلمه حق، واي واحد يتكلم كلمه كويسه على سياده الرئيس لازم يعملوا معاه كده. السعوديه عشان في يوم من الايام وقفت مع سياده الرئيس، واحنا عارفين كلنا عارفين ان توطد العلاقات السعوديه المصريه وسبب العلاقات القويه بين مصر والسعوديه كان سببها سياده الرئيس محمد حسني مبارك. الموضوع كله موضوع انتقام. الاخوان عايزه تقطع العلاقات مع الدول العربيه اللي كانت حليفه لسياده الرئيس. سياده الرئيس تعب كتير قوي بعد ما استلمها، في مشاكل بيننا وبين العرب، تعب كتير قوي قبل ما نرجع علاقاتنا بالعرب. يا سياده الرئيس رساله ليك، سياده الرئيس محمد حسني مبارك، احنا وراك، احنا عيالك، احنا اولادك. التاريخ مش هيتطور، هنفضل طول عمرنا واقفين وراك وهندافع عنك لاخر لحظه دم في عمرنا. سياده الرئيس العلاقات بين مصر والسعوديه هترجع زي ما انت عايز. احنا عارفين ومتخيل ان انت في فراش سريرك وانت تعبان دلوقتي قد ايه انت حزين وقد ايه انت زعلان بسبب الموضوع ده، بس صدقني يا سياده الرئيس احنا وراك، هنفضل طول عمرنا جنبك وطول عمرنا بنحبك، ونزلنا النهارده عشان نقول السعوديه ومصر ايد واحده من اجلك انت سياده الرئيس زي ما انت عايز، وهنفضل طول عمرنا اولادك وطول عمرنا ابنائك، واحنا ابناء مبارك وفخورين بان احنا ابناء مبارك. سياده الرئيس احنا بنحبك قوي، وكل اللي انت سبته هيفضل زي ما هو، والتاريخ هينسبك في يوم من الايام. واضح رساله اخيره يوم 4/5 يوم الجمعه القادم عيد ميلادك، كل سنه وانت طيب يا احلى رئيس في الدنيا، كل سنه وانت طول عمرك معانا وربنا يديك طول العمر وتفضل طول عمرنا في وسطينا وبنحبك قوي.